بما ان الاهلي خلاص اعلن عن القائمه النهائيه للعيبه اللي مسافره ان شاء الله باذن الله للسعوديه عشان خوض نهائي كاس مصر ضد الزمالك، فعدم وجود وسام ابو علي فتح تكهنات كتيره جدا. هل يكون كهربا هو مفاجاه مارسيل كولر للزمالك في الماتش الجاي، ولا موديست هو اللي يبدا، باعتبار ان كولر نفسه قال ان رقم واحد وسام ابو علي ورقم اثنين موديست ورقم ثلاثه كهربا، فدلوقتي وسام ابو علي مش موجود. وبالمناسبه هو خساره كبيره جدا للاهلي، ولو بس مش عشان الجونين بتوع البلديه، عشان الراجل قوي جدا 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 في الضغط من قدام، وكان هيقلل فرص هجوم دفاع الزمالك انه يطلع بالكوره براحته. فدلوقتي في موديست وفي كهربا، تتوقعوا مين اللي يبدا؟ انا هقول لكم وجهه نظري وانتوا قولوا لي رايكم ايه في مركزين تحديدا. فتشكيل الاهلي اعتقد لا خلاف عن مصطفى شوبير مليون في المية. الباك رايت انا بشوف انه محمد هاني هو الانسب، جنبه رامي ربيعه، جنبه محمد عبد المنعم، جنبه علي معلول، مفيش خلاف. نص الملعب في ثلاثه في الاربعه 3-3 بتاعت الاهلي، مروان عطيه، امام عاشور، مليون في المية مفيش خلاف. فاضل مركز بيتخانق عليه 2-3 لعيبه، كريم ندفد، عمرو السوليه، احمد نبيل كوكا. انا اقول احمد نبيل كوكا لان كوكا قوي جدا في الضغط، كوكا هيساعد علي معلول، كوكا هيقفل جنب مروان عطيه على نص ملعب الزمالك اللي هيتواجد فيه لعيب زي عبد الله السعيد. فاذا ده انا بختار كوكا. انتوا بتختاروا مين؟ هجوميا بيرسي تاو مليون في المية، حسين الشحات مليون في المية، فضل واحد من الاثنين، موديست وكهربا. انا بقول كهربا، وانا بقول كهربا على قناعه ان كهربا افضل للاهلي انه يبدا الجيم ده عن موديست، لانه بيتحرك كتير قوي بره ال 18، عنده تفاهم كبير جدا مع بيرسي تاو. كهربا سجل في الزمالك قبل كده، بعد سداد الغرامه هيبقى عنده حماس ورغبه انه يثبت نفسه مره ثانيه، عايز يسجل. الناحيه الثانيه في ناس بتقول موديست، وعلى فكره هو المنطق ان موديست بناء على تفكير كولر، لانه مرتب ده رقم اثنين بالنسبه لي، وهو بيدي موديست ممكن ينفع الاهلي لو الاهلي اعتبره محطه ولعب كور عاليه عشان يطلع يتعامل معاها موديست، وبعد كده يبدا يتحرك من تحت اثنين او ثلاث لعيبه اللي هم امام، تاو، حسين الشحات. رغم ان موديست مش سريع، الاهلي هيفتقد التحولات لما يخسر الزمالك الكوره في الثلث الهجومي للاهلي. فالنهارده ناس بتروح لموديست، ناس بتروح لكهربا، ناس بتروح لكوكا، ناس بتروح للسوليه. انا رحت لكوكا ورحت لكهربا. قولوا لي انتوا كمان في الكومنتس رايكم ايه في تشكيل الاهلي، مين ال11 الانسب يبداوا، وهل كوكا ولا السوليه، هل كهربا ولا موديست؟ ويلا بينا على فيديو تاني كمان شويه ان شاء الله نقول فيه تشكيل الزمالك.